السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للمغاربة، فوز مستحق. العزة والحزن هناك في العالم الآخر. تمنوا خسارة المنتخب المغربي وفوز المنتخب النيجيري وفوز المنتخب المصري على المنتخب السنغالي، ولكن في النهاية لا، النهائي مغربي سنغالي. اي والله، توقعوا مصر وتوقعوا نيجيريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة للي كان حاط في باله ان المغرب ما بتوصل، والمغرب بتوصل بإذن الله تعالى للنهائي، وبتوصل يعني بتوصل ولله الحمد. المباراة اليوم كانت صعبة، لكن ولله الحمد ما في شيء يغلب أسود الأطلس. تحياتي للمغرب، ومبروك مبروك مبروك ألف مبروك للمغرب وللشعب المغربي ولملك المغرب. حفظكم الله جميعا. صعبة المباراة، واللي كان زعلان المغرب في النهائي. المغرب وين؟ في النهائي. مبروك شباب. ديما مغرب، من الامارات ديما مغرب، باذن الله باذن الله البطولة مغربية. شباب البطولة شو؟ المغرب. البطولة شو؟ ديما مغرب. واللي زعلان بونوي. الكل هنا أمامهم يسقط، أحلام المغربي لا يمكن الوقوف أمامها. هل قلنا بأن هناك هجوم مرعب لنيجيريا؟ متناسين ما يفعل بونو، متناسين تصديات بونو التاريخية من تصديات كأس العالم ووقوفه في تلك المباريات المعقدة والصعبة جدا، إلى وقوف اليوم في واحدة من أهم مباريات أفريقيا، نصف نهائي. بونو معهم يصعد إلى النهائي. لن يكتفون فقط بنجاح التنظيم، لن يكتفون باستضافة العالم وإنجاح هذه المحافل الكروية، وليس المنافسة فقط بل الفوز فيها. هذا هو نموذج الكرة المغربية في السنوات الأخيرة وفي السنوات القادمة، من لاعبين، من تميز، من تصديات تاريخية لبونو لواحد من أفضل حراس العالم، بتصدياته، بحضوره في المحافل الكبرى، بتصدياته التاريخية التي لن ينساها لا أي مغربي ولا أي شخص كان يشاهد هذه البطولة. رسميا المغرب إلى نهائي إفريقيا، المغرب إلى نهائي الجاف، المغرب إلى نهائي الكان. وليد الركراكي إن فعلتها ستصبح أول مدرب مغربي يحقق كأس إفريقيا. النصيري بذكريات البرتغال، النصيري بذكريات أستاذ الجنوب، وذلك الارتقاء التاريخي في البرتغال فعلها في الضربة الأخيرة. ألف مبروك ولكل جمهور المغرب. مبروك من أعماق، في طنجة، في غدير، في مراكش، في كل مكان، في كل الدنيا. مبروك من أعماق، تستحقون والله. السلام عليكم. من عاصمة المغاربة موزمبيق، ألف مبروك لأسود الأطلس. لما عرين الأسود يطلع أسود الأطلس يعني فيش رحمة، يعني باي باي نيجيريا، يعني ألف مبروك لأسود الأطلس، ومبروك لشعبنا المغربي. ايوه مبروك علينا، هذه البداية. مازال لا حيتحمس، اللي ببالكم ما راح يصير، ما راح يصير. والله ويو على خفيف. I feel disgusted right now. I don't know how to feel alive. One. يا ساتر، شفت التصدي الاعجازي اللي سواه ياسين بونو في ركلات الترجيح ضد نيجيريا؟ بالله شوفوا سرعه رده الفعل عند ياسين بونو، شوفوا طريقه تصدي نادره، طريقه تصدي لحارس استثنائي. نعم انه ياسين بونو بطل كل المباريات الكبيره، والان فضل رب العالمين ثم بايدي ياسين بونو رسميا المغرب الى نهائي كاس افريقيا
ضد السنغال. وفي النهائي ياسين بونو سيلعب ضد زميله في نادي الهلال السعودي كوليبالي. وساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي سيلعب ضد خصمه في الدوري السعودي ياسين بونو. والنهائي سيكون باسم من سيحقق اللقب الثاني لكأس أفريقيا. المغرب عنده لقب واحد والسنغال عنده لقب واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المنتخب المغربي في النهائي ويحقق البطولة، وإذا سواها بيكون حقق بطولتين رسمية في خلال شهر واحد، في 18 ديسمبر كأس العرب، وفي 18 يناير بطولة كأس أفريقيا. يا ساتر لو صارت. ديما بونو ديما مغرب. المغاربة يا جماعة شعب بيتنفس كرة القدم، شعب مجنون بالكورة، الشعب كله في الشارع زي ما انتم شايفين، الشعب كله بيفرح. مبروك للمغرب، مبروك يستحقوا، وإن شاء الله المغرب يدي الكحلوشة. يسعد قلبك يا بونو يا حبيبي يا بونو، يسعد قلبك. هيك هيك هيك، اقسم بالله تصد تاريخ يا جماعه، اقسم بالله تصد تاريخ. هيك هيك يا بونو، هيك هيك يا بونو، هيك اقسم بالله بطل. يسعد قلبك، يسعد قلبك. يوسف يتقدم، يوسف يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. المغرب لنا هيك سفرية وحق، المغرب لنا هيك سفرية. يسعد قلبك يا بونو، يسعد قلبك يا بونو، يا عمري يا بونو، يا عمري يا بونو. يا شو هيدا اللي عم بيقولوا يا جماعة؟ أفضل حارس بإفريقيا، أفضل حارس عربي عبر التاريخ، عبر التاريخ، بالتاريخ. لا تقول لي هيدا ولا هيدا، عبر التاريخ يا بونو، للتاريخ يا بونو، هيدا حالة التاريخ. المغرب لنا هيك سفرية، المغرب ديما مغرب، ديما المغرب ديما، المغرب للتاريخ، للتاريخ يا المغرب. الله أكبر. عاد ياسين، عاد ياسين، شوف الريفلكس اللي قام به ياسين بونو، ريفلكس قام به ياسين بونو. هيدا اخر فيديو بالليل قبل ما فوت نام، بس عندي سؤال حشري ما قادر ما اسأله. مدرب نيجيريا من اللحظة الأولى كان واضح إنه المنتخب عم يلعب على التعادل ولا يروح على ركلات الترجيح. خيي ما بتعرف مين حارس المغرب، ما بتعرف مين واقف على المرمى، ما بتعرف تاريخ ياسين بونو بالتصدي لركلات الجزاء وركلات الترجيح. خيي ما حضرت ياسين بالدوري السعودي وبنهائي كأس الملك، ما حضرت ياسين نهائي اليوروبا ليج، ما حضرت ياسين بكأس العالم أمام إسبانيا. أنت ما شفت اللي يعني الأرقام اللي عملها ياسين بتاريخه كحارس مرمى، إن كان تصديات بركلات الجزاء أم ركلات الترجيح. المغرب أكيد مطمنين، كانوا واضح في اطمئنان عند المغرب إنه بدك تروح على البينالتيز بنروح عادي، عارفين مين عنا. لكن أنت تمتلك أقوى خط هجوم ببطولة أفريقيا، فريق بكل مباراة عم يسجل 3 و4 أهداف، عنده أوسيمان ولوكمان بخط الهجوم، عم يلعب دفاع كل الوقت، والإحصائيات أصلا بتبين هيدا الشيء. عم تدافع لتوصل للبينالتيز، وفي ياسين بونو. لا كبيرة هي. هاتوا مغرب، ايوه هاتوا مغرب، ايوه هاتوا مغرب، ايوه هاتوا مغرب، ايوه هاتوا مغرب. مغربة تاخذوا لنا حقنا بالسنغال بقى، انا قلت لك اهو. محلاها فرحة الشعب المغربي، ومحلاها كي تبدا عندك فرحة من قلبك، مكش انسان منافق وفرحان معاه الشعب هذي. قاسما بالله حاسس روحي اللي انا انسان مغربي، واللي انا معاكم وفارع وشيخ معاكم وانا قاعد في الدار، والجيران باش يطردوني خاطر من قبل نصيح على المغرب. مبروك علينا يا مغاربة، مبروك 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 مبروك. كل واحد يكتب لي في التعليقات نجي نتفرج في النهائي ولا ما نجيش. ما اعتقد ان التاريخ راح يسجل لاعب حارس مرمى في المغرب مثل ياسين بونو. حارس عالمي، حارس اسطورة، دافع وذاد عن مرماه في 6 مباريات متتالية في البطولة كلها، ما دخل عليه الا هدف واحد، واليوم يقود المنتخب المغربي إلى النهائي. كان كأسد، بل هو الأسد الذي حافظ على عرينه كالأمين، استبسل عن مرماه في ركلات الترجيح كما لم يكن. الله عليك يا ياسين بونو، الله عليك.
خلونا نكون منصفين، هذا الجيل المغربي يستحق الفرحة والبطولة. هذا الجيل المغربي حرام انه ما يتوج بالبطولة. هذا الجيل المغربي يستحق انه يفرح والبطولة تكون بأرضه. هذا الجيل المغربي ممكن يكون اعظم جيل لمنتخب عربي.